مدينة غنية بتخترع السحر، ومدينة تحت الأرض بتصنع وحوش، وبين المدينتين دول أخت بتدور على أختها الصغيرة بعد سنين. بس الصدمة إن البنت البريئة دي بقت أخطر سلاح مجنون ممكن يدمر المدينتين في ثانية. قصتنا بتبدأ بمأساة على الكوبري والنزول للزوم. فاي بتاخد أختها الصغيرة باودر وسط الدخان وبقايا المعركة. بيلمحوا فاندر راجل ضخم لابس قفازات حديد يضرب واحد من قوات الأمن، وبعدها بيشوفوا جثث أهلهم. فاندر بيبص للأطفال اللي بيبكوا وبيرمي قفازات، وبدلها بيشيل البنتين ويرجع بيهم للبيت في مدينة الزوم اللي تحت الأرض. وهم ماشيين فاي بتبص بصة أخيرة على يوتوبيا مدينة بيلتوفر وعلى قوات الأمن اللي قتلوا أهلها. بعد سنين فاي بتاخد باودر وأصحابهم مايلو وكلاجر لبيلتوفر. بيمشوا بخطورة فوق السطوح عشان يتجنبوا قوات الأمن اللي تحت. باودر خايفة بس بتشجيع من فاي بتمشي وراها. بيوصلوا لهدفهم، شقة فخمة مليانة تحف علمية وحاجات غالية. بيملوا شنطهم بسرعة بأي حاجة تستاهل تتسرق. في الأوضة اللي ورا باودر بتلاقي صندوق مليان كريستالات صغيرة بتنور. لما حد بيوصل للباب بيهرب. باودر بتملي شنطتها بالكريستالات بس وهي بتجري بتوقع واحد. الخبطة بتخلي الكريستالات تنفجر وتدمر المبنى وتلفت انتباه قوات الأمن. الولاد بيهربوا من ماسورة الصرف، بس وهم راجعين للزون بيخبطوا في ديكارت وعصابته اللي بيقرروا ياخدوا المسروقات دي لنفسهم. فاي ومايلو وكلاجر بيتخانقوا معاهم في حين ان باودر بتجري عشان تستخبى. واحد من العصابة بيطاردها، ولما بتتزنق بتطلع واحدة من أسلحتها اللي عملها بنفسها، بس بيفشل. من غير أي خيارات تانية بترمي المسروقات في النهر وتجري. لما بيرجعوا للزون مايلو بيكون متضايق من باودر عشان ضيعت الغنيمة، وبيشتكي إن كل مرة بتيجي معاهم بتبوظ الدنيا وإنها نحس على أي شغلانة. لما بيرجعوا للزون بيروحوا البار فاندر اللي بيقدم فيه مشروبات وبيعتبر قائد للمدينة اللي تحت الأرض. في الأوضة اللي ورا بيوبخ فاي على الشغلانة اللي باظت وبيسألها عمرك فكرت ايه اللي كان ممكن يحصل؟ وبعدين بيشاور على أختها واصحابها وبيكمل أو ليهم. بيسألها جابوا معلومة الشغلانة دي منين، وباودر بتعترف انها من الولد الصغير في محل بينزو. فاي بتشتكي ان مش عادل يعيشوا في ظل بيلتوفر وان المفروض يطلعوا فوق ويحاربوا اللي بيقمعوهم. فاندر بيفضي الأوضة وبيدي فاي محاضرة. هما بيبصولك وبيمشوا وراكي، أي حاجة هتحصل لهم هتبقى مسؤوليتك زي ما أي حاجة بتحصل لنا تحت هنا هي مسؤوليتك. وبيضيف لو عملنا نفسنا مشكلة مع بيلتوفر هيبعتوا قوات الأمن. بعد كده فاندر بيروح محل بينزو المكان اللي فاي جابت منه المعلومة. بره كلاجر بيسأل الولد الصغير اللي هو إيكو إزاي لقي الشقة دي. بيشرح لهم إن في واحد غني من فوق دخل المحل يشتري حاجات، فإيكو مشي وراه لحد بيته. لما قوات الأمن بتوصل كلاجر بيجري، بس إيكو بيتجسس وهم بيقابلوا فاندر. الضابط الأصغر ماركوس بيطالب بالقبض على اللي عملوا الانفجار، بس الضابطة الأقدم جرايسون بتقول له يروح يتمشى شوية. هي وفاندر بيتكلموا بصراحة، بتقول له إن البيت اللي اتهاجم بتاع عيلة مهمة وإن المجلس محتاج يعمل من حد عبرة عشان الناس تحس بالأمان. فاندر بيتريق أيوة ناس فوق. جرايسون بتفكروا بإن في بينهم اتفاق تخلي ناسك بعيد عن شوارعي وأنا ماليش دعوة بشغلك. إيكو بيتصدم لما بيشوف فاندر شغال مع الأمن. جرايسون بتكمل شرح إن لو اداها اسم الموضوع هيتلم في السر ومحدش هيعرف إنه هو سلمه، بس لو رجعت وإيديها فاضية هترجع بجيش من قوات الأمن
فاندر بيقول لها آسف يا جرايسون بس مش هقدر أسلم ناسي. بتديله جهاز صغير وتقوله لو غيرت رأيك ده هيوصلك ليا وبتمشي. في أوضتهم فاي بتلاقي باودر زعلانة وحاسة إنها ملهاش لازمة مقارنة بالباقيين، بس فاي بتخفف عنها وبتاخدها لمكان عالي وتوريها ذكريات المواقف الطايشة اللي عملوها عصابتهم زمان. فاي بتقول لها كلنا بيمر علينا أيام وحشة بس بنتعلم وبنفضل في ظهر بعض. قبل ما يرجعوا البيت باودر بتكشف انها قدرت تحتفظ بشوية من الكريستالات اللي بتنور دي، ورغم انهم مش عارفين ايه هي بيتفقوا يخلوا الموضوع سر. في نفس الوقت راجل وشه مشوه بيحقق مع ديكارد، الراجل ده بيكون رئيسه وبيتفاجئ ومبسوط لما بيعرف ان الولاد دول هم اللي عملوا الانفجار، وده معناه ان ابوهم بالتبني فاندر في مشكلة. بيقول لرجالته ان خطتهم وقتها تتقدم وبيطلب يشوف احدث تجاربهم. بيأكلوا فار سائل بنفسجي غريب والفار بيكبر بسرعة وبياخد قوة رهيبة وبيقتل القطة وياكلها. الراجل المشوه بيقرر ان الوقت جه يجربوا السائل ده على الانسان، وديكارد هيكون اول واحد. قبلها بساعات وقت سرقة فاي جاهز، الراجل اللي اشترى الحاجات بيرجع لشقته بيلاقي الباب مسدود وبيفقد الوعي بسبب الانفجار. بيحلم بوقت قديم لما كان هو وأمه محبوسين في عاصمة ثلجية وأمه كانت بتموت من البرد، لحد ما ظهر شخص غامض معاه عصاية استخدم السحر عشان يوقف العاصفة وساب لجاس كريستالة صغيرة. جريسون بتحقق مع جاس بعد ما لقوا حاجات ممنوعة في بيته، بيتحقق معاه كمان من فيكتور مساعد عميد الأكاديمية اللي جه يتأكد إن أي حاجة خطيرة تتشال بأمان. جاس بيتقبض عليه وفي الزنزانة بيقابله البروفيسور هايمردينجر، ولما بيعرف إن جاس كان بيحاول يخلق السحر من خلال العلم بيحذره وبيقوله إن السحر أو الأركين خطير جدا وإنه قوة الطبيعة العلم ما يقدرش يتحكم فيها. البروفيسور اللي عنده 307 سنة بينصحه يعترف بغلطه للمجلس وما يجيبش سيرة السحر خالص عشان ياخد عقاب خفيف. في مكان تاني عيلة كرايمان اللي بتدعم جاس بيتناقشوا هيتكلموا بالنيابة عنه ولا لا، وبنتهم كيتلي صديقة جاس بتصر انهم لازم يقفوا جنبه وامها بتوافقهم الرأي. بعدين جاس بيقف قدام المجلس واتهم بالتجارب غير الشرعية. في الاول بيعترف بغلطته بس مع كتر الاتهامات بيتعصب بيقول الحقيقة كنت بحاول اصنع السحر. الكل بيتصدم ما عدا فيكتور اللي بيبان عليه الاهتمام. المجلس بيأكد ان السحر للي مولودين بيه بس جاس بيصر ان العلم يقدر يطوعه للخير وبيقول دي مدينة التقدم، تخيلوا العجائب اللي ممكن نعمله. لكن هايمردينجر بيرفض وبيحكي عن ازاي القوة دي بتدمر حضارة. ام جاس بتتدخل وتطلب السماح لابنها. المجلس بيصوت وبيتم بطرد جاس من الأكاديمية. جاس بيرجع بيته محبط، ولما بيروح لعيلة كيرامان كيتلي بتقوله ان اهلها مش هيقابلوه واسمه بقى محذوف. ماركوس بيقود مجموعة من قوات الامن تحت الارض. لما بيلمحوا فاي وعصابتها الولاد بيهربوا بمساعدة ايكو. بعد تدخل قوات الأمن الناس تحت بتنقسم. فاندر عايز يحافظ على السلام ويستنى لحد ما غضب الناس اللي فوق يهدى، بس في ناس تانية بقيادة سيفيكا عايزين يضربوا ضربته. فاي محبطة من سلبية أبوها وبتخلي إيكو يعترف باللي يعرف. فاندر عمل اتفاق مع قوات الأمن ومش هو لوحده اللي بيعمل اتفاقات مع اللي فوق. في مكان تاني الراجل المشوه بيعزم ماركوس على مقابلة وبيوعده يساعده يلاقي الأربع أولاد اللي هرب. بعدها الراجل المشوه بيكلم ديكارد عن القوة الحقيقية مش بتيجي للي مولودين أقوى أو أسرع، دي بتيجي للي مستعدين يعملوا أي حاجة عشان يوصلوا لها.
ديكارد بيشرب السائل البنفسجي الغريب وهو خايف وبيصرخ من الألم، وعينه بتنور وعروق بنفسجية بتغطي جسمه. ماركوس بيوصل لفاندر مع شوية قوات أمن بعد ما المشوه بلغه. فاندر بيحذر فاي والولاد إنهم يستخبوا. بعد ما الأمن بيمشي فاي بتطلب إنهم لازم يحاربوا، ففاندر بياخدهم للكوبري اللي ماتوا عليه أهلها، وقال لها محدش بيكسب في الحرب يا فاي. فوق في بلتوفر جاس واقف على حافة شقته المدمرة مستعد ينتحر. فيكتور بيقاطعه وبيقول له انه مهتم بابحاثه عن السحر، وانه عارف احساس ان محدش يكون مصدقك عشان فيكتور نفسه من المدينة اللي تحت بس امن بنفسه ودلوقتي مؤمن بجاس. بيعرض عليه يساعده يكمل ابحاثه تحت. فاي بتقول لباودر دايما تفتكر ان اللي مخليكي مختلفة هو اللي مخليكي اقوى. جريسون بتستلم الجهاز اللي سابته لفاندر بس مش هو اللي بعته فاي، خوفا من ان الامن مش هيسكت وممكن ياخدوه. باودر بتسلم نفسها عشان تبقى كبش الفدا. الراجل المشوه اللي هو سيليكو بيفتكر لما كان هيغرق، وبيفتكر الراجل اللي حاول يغرقه ويسيب له ندباته، وبيشكره انه زرع فيه الاصرار على القتال والبقاء. فيكتور بيساعد جاس يسرق معداته تاني من المجلس بس بيمسكوهم، والمستشارة ميل بتكشفهم. بيترجوهم تغطي عليهم عشان يثبتوا ان التكنولوجيا دي شغالة، بتوافق تديهم فرصة. بيعملوا تجارب على الكريستالات ولما التفاعل بيزيد بيثبتوه. هايمردينجر بينبهر بس بيفضل قلقان. ميل من ناحية تانية مبسوطة وبتقول يمكن ده وقت عصر السحر، فجاس بيصحح لها ده عصر الهيكستيك، الاسم لدمج العلم والسحر. قوات الامن بتيجي عشان تاخد فاي بس فاندر بيوصل لها الاول وبيودعها ويجبرها تستخبى، وهو بيسلم نفسه مكانها وهما بياخدوه. ديكارد المتحول بيهاجمهم وبيقتل جريسيون. المشوه بيظهر واسمه بيطلع سيليكو. بنزو بيتقتل وماركوس بيزعق لسيليكو. ما كانش ده الاتفاق. فاي بتشوف سيليكو والوحوش وهما بيسحبوا فاندر في مخبأه. سيليكو بيفكر صاحبه القديم فاندر بخطته لصنع وحوش لمحاربة بلتوفر، وبيفكروا بحلمهم القديم وبخيانة فاندر لما حاول يغرقه. سيليكو بيقول له كرهتك بس فضلت محترمك لحد ما عملت سلام معاهم وبقيت كلبهم. سيليكو بيوريه السائل البنفسجي اللي بيسميه شمر. فاي بترجع لأصحابها وبتاخدهم عشان ينقذوا فاندر بس بتطلب من باودر تفضل. باودر بتزعل بس فاي بتقول لها وبتديها مصباح في اي مكان ولعيها وهلاقيكي. باودر بتعيط والشنطة بتقع منها. الكريستالات بتنور وباودر بتفتكر الانفجار وتقرر تستخدمها عشان تساعدهم. فاي واصدقائها بيدخلوا مخبأ سيليكو. مايلو بيفك فاندر وكلاجر بيعمل مخرج، وفاي بتلبس قفازات ابوها الحديد وبتتخانق مع رجالة سيليكو بشجاعة لحد ما ديكارد المتحول بيظهر. بره باودر بتجهز قنبلة مليانة بالكريستالات ولما بتشغلها الانفجار بيكون مرعب. فاي وفاندر بينجوا بس كلاجر ومايلو بيموتوا. فاندر بيتخانق مع ديكارد بس سيليكو بيطعنه. فاي بتشوف ابوها بيقع على براميل الشمر وقبل ما يموت بيشرب منه عشان ينقذ فاي، فبيتحول ويقتل ديكارد وبينقذ بنته قبل ما المبنى ينهار عليه، وبيقول كلماته الأخيرة خلي بالك من باودر. باودر بتيجي فرحانة وبتقول لفاي إن قنبلتها الأخيرة اشتغلت. فاي بتسألها بصدمة أنت اللي عملت كده؟ وباودر بتعيط وتقول كانت عايزة تساعد، ولما بتشوف نضارة كلاجر المليانة دم بتفهم. فاي بتضرب أختها وتزعق أنا قلتلك خليك بعيد، مايلو كان صح أنتي نحس. فاي بتمشي وتسيبها. لما بتشوف سيليكو بيقرب بتحاول ترجع بس ماركوس بيخدرها وياخدها. سيليكو بيقرب لباودر وبتحضنه وتقول له هي سابتني ما بقتش اختي خلاص. وسيليكو بيوعدها هنوريهم كلهم. سنين بتمر. هايمردينجر بيزور جاس وبيطلب منه يد خطاب
في عيد بلتوفر 200 ويوم التقدم. جاس متردد بس هايمردينجر بيأكد له انه يستحقها بسبب اختراعاته في الهيكستيك، خصوصا بوابات الهيكس اللي بتسمح بنقل السفن فورا وتنشيط التجارة والعلم. جاس بيزور كيتلي اللي بقت من قوات الأمن، بس أهلها بيحموها من الخطر الحقيقي اللي في العالم اللي تحت. سيفيكا بترشي الأمن عشان تهرب شيمر، بس عصابة اسمها الفايرليتس بيهاجموهم، بيسيطروا على الوضع لحد ما بنت شعرها أزرق معاها قنابل أو مسدسين بتظهر، بتشيل قناع واحد من الفايرليتس وتلاقي بنت شعرها بينك. ده بيفكر باودر اللي كبرت بأختها فبتتجمد، وبعدها بتدخل في حالة جنون وتضرب نار عشوائية تقتل ناس من فريقها. كيتلي بتحقق في مكان الجريمة وتلاقي رسمة طفولية. ماركوس اللي بقى المسؤول بيطرد كيتلي من التحقيق. سيفيكا بترجع لسيليكو وتقول له ان البنت مجنونة وضربت نار على رجالتهم، بس سيليكو بيلوم سيفيكا. باودر اللي اسمها بقى جينكس بتنزل من السقف وتحكي لسيليكو انها شافت بنت شعرها بينك فكرتها بأختها. جاس وفيكتور بيوروا هايمردينجر أحجار الهيكستيك اللي بقت مستقرة وآمنة، ممكن تشغل أجهزة محمولة زي قفازات قوية ومخلب ليزر. هايمردينجر بينبهر بس بيطلب منهم يستنوا 10 سنين كمان أمان. فيكتور بيحبط. ميل بتقنع جاس انه لازم يعلن عن التكنولوجيا دي لان المدينة محتاجة. في اوضتها جينكس بتكلم اوهام صحابها اللي مات وتقول لنفسها انها مش ضعيفة وهتثبت ده لسيليكو. في يوم التقدم جاس بيدي خطاب بس ما بيعلنش عن الاحجار، وده بيحبط فيكتور وميل. بعدها كيتلي بتشوف حريق ومكيدة عملتها جينكس، قنابل بتنفجر وتقتل قوات الأمن عشان جينكس تسرق حجر الهيكستيك وأبحاث جاس وفيكتور. المجلس بيقرر يضم جاس ليهم. جاس بيزور كيتلي ويعرض عليها تبقى في طاقم حراسته، بس هي بترفض عشان عايزة تحل القضية. بتروح السجن وتقابل فاي بترفض تتكلم معاها لحد ما كيتلي بتوريها رسمة جينكس. فاي بتعرف ان ده شغل سيليكو وتقول لكيتلي تطلعها عشان تجيب لها الدليل. كيتلي بتزور اوامر جاس وبتخرج فاي. ماركوس بيدي خطاب عن الامن اللي مات، وبعدين بيقابل سيليكو وبيطلب إجابات، بس سيليكو بيكذب بيقول إن الفاير لايتس هم اللي عملوها. جاس بيكتشف فساد وتهريب في بوابات الهيكس وبيطلب من ماركوس يحقق، وهو ما يعرفش إن ماركوس شغال مع سيليكو أصلا. فيكتور بيكح دم. جينكس بتعمل تجارب على الحجر وبتنهار لما تفتكر مايلو وكلاجر. فاي بتاخد كيتلي لتحت وتوديها مكان اسمه ماخور، وهناك بتعرف مكان سيفيكا دراع سيليكو اليمين. جاس بيبدأ يلعب لعبة السياسة مع الأغنياء بمساعدة ميل عشان يحافظ على أبحاثه. سيليكو بيدي ماركوس دليل مزيف بيلبس التهمة للفاير لايتس. جاس وميل بيبدأوا علاقة عاطفية، بينما فيكتور بيشتغل لدرجة الإغماء والقلب السحري بيمتص دمه وهو على الأرض. سيليكو بياخد جينكس للمكان اللي كان هيغرق فيه وبيقول لها لازم تموت باودر وتبقى جينكس بس. فاي بتواجه سيفيكا في مكان فاندر القديم وبتضربها. بتسألها أختها فين، وسيفيكا بتقول لها إنها جينكس وبتشتغل لسيليكو وبقت زي بنته. سيفيكا بتطعن فاي بس كيتلي بتنقذها وتضربها بالرصاص في دراعها وبيهرب. فيكتور بيصحى في المستشفى ويعرف انه هيموت قريب. يكتشف ان القلب السحري بيتفاعل مع المواد العضوية زي ما النبات اللي بيكبر بيموت بسرعة. جاس وفيكتور بيوروا هايمردينجر الاختراع، فبيترعب وبيقول لهم دمروه فورا. جينكس بتعذب سيفيكا عشان تعرف بيدوروا على مين، وسيفيكا بتقول لها ان اختها رجعت وبتدور عليها. فاي بتاخد كيتلي مكان آمن عشان تعالجها بمساعدة
بمساعدة سيد بتعمل جرعات بالشمر. في المجلس جاس بيطرد هايمردينجر ويخليهم يصوتوا على عزله بسبب سلبيته. كيتلي بتعرف من فاي ان باودر اختها وازاي اهلهم ماتوا على ايد الامن. سيليكو بيلاقيهم بس بيهربوا منه. جينكس بتشغل اشارة فاي الضوئية القديمة وفاي بتشوفها وبتروح لها. بيتقابلوا وبيحضنوا بعض بعياط، بس لما كيتلي بتوصل جينكس بتتجنن وتفتكر فاي بتخونها مع الأمن. الفاير لايتس بيهاجموه. كيتلي بتوقع الحجر وجينكس بتتلهى. الفاير لايتس بياخدوا فاي وكيتلي سجناء. زعيم الفاير لايتس بيشيل قناعه وبيطلع إيكو بيحضن فاي وبيشرح لها ازاي سيليكو دمر المدينة بالشمر وانهم بنوا مجتمع جديد. إيكو بيشرح لكيتلي ان الامن هم اللي شغالين لسيليكو. كيتلي بتقنعه يرجع معاها الحجر لجاس. في المجلس فيكتور بيزور راجل متحول اللي في المدينة اللي تحت اللي كان بيعمل تجارب زمان وبيقول له ان الحل عشان القلب السحري يشتغل هو استخدام الشمر. على الكوبري فاي وكيتلي وإيكو بيقابلوا ماركوس ورجالته. كيتلي بتقول له ان معاها دليل ضد سيليكو. ماركوس بيضرب إيكو بالنار وكان هيضرب كيتلي لولا ان جينكس بتفجر حشرات آلية وتقتل ماركوس وتدمر الدنيا. جينكس بتتجنن لما بتشوف فاي بتساعد كيتلي وبتضرب عليهم نار. إيكو بيواجهها وبيضربها لحد ما بيفتكر طفولتهم وبيتردد، فجينكس بتفجر قنبلة دمر المكان معاهم. جاس وميل بيشوفوا الكارثة على الكوبري. كيتلي وفاي بيكتشفوا ان الحجر اتسرق. سيليكو بيلاقي جينكس متصابة جدا وبياخدها لنفس الراجل اللي فيكتور راح له عشان ينقذها بالشمر في عملية تعذيبية مرعبة. ميل من مدينة نيكسوس بتوصل بالتوفر عشان تستغل الهيكستيك وتعمل منه أسلحة. كيتلي وفاي بيقفوا قدام المجلس بيشرحوا ان سيليكو مسيطر على زون بالشمر. جاس عايز يدخل بالقوة بس ميل بتفضل الدبلوماسية. فاي بتتعصب وتمشي وبتقول لكيتلي ان اللي فوق واللي تحت زي الزيت والمية ما بيختلطوش. فيكتور بيحقن نفسه بالشمر وبيستخدم القلب السحري وبيخف وبيقدر يجري لأول مرة. مساعدته سكاي بتدخل عليه المعمل وتلاقي القلب السحري بيسحبه فبتحاول تنقذه بس بتتحول لرماد قدامه. فاي بتقنع جاس يهاجموا مصانع الشمر. بيهاجموا بأسلحة الهيكستيك وبينتصروا، بس جاس بيكتشف انه قتل طفل بالخطأ فبينسحب ويرفض يكمل العنف، في حين فاي بتكمل عشان تنتقم. فيكتور المحطم بيطلب من جاس يدمر القلب السحري لانه مش قادر وبيقول له في طريقنا للعظمة فشلنا نعمل الخير. سيفيكا بتقتل واحد من قادة الزون اللي اسمه فين اللي كان بيحاول يقلبها على سيليكو وبتثبت ولائها ليه. جاس بيطلب يقابل سيليكو وبيعرض عليه الاستقلال لزون بشرط واحد يسلم جينكس للمحاكمة. سيليكو بيروح لتمثال فاندر وبيقول له بحزن انه مضطر يختار بين بنته وحلم زون. جينكس بتسمعه وبتعصب جامد جدا. فاي بترجع لمكان فاندر القديم وتضرب سيفيكا بقفازات الهيكستيك بتاعة جاس وبتنتصر عليها، بس جينكس بتضربها وتفقدها الوعي. فاي بتصحى مربوطة في كرسي بتسمع جينكس المتحولة بالشمر بتهزي. جينكس بتاخدها لترابيزة عشاء عليها سيليكو مربوط وكيتلي برضو مربوطة وعرايس لمايلو وكلاجر أصدقائهم القدام. جينكس بتدي فاي مسدس وتخيرها بين
كرسي باودر وكرسي جينكس. لو قتلت كيتلي هترجع لها باودر. فاي بترفض وتترجاها يمشوا. سيليكو بيقنع جينكس ان فاي هتسيبها، بس هو عمره ما هيتخلى عنها ولا حتى عشان استقلال زون. كيتلي بتفك نفسها، بتوجه مسدس لجينكس. فاي بتترجاه وما تضربش. جينكس بتنهار وبتضرب نار بشكل جنوني، والرصاص بيجي في سيليكو وهو بيموت بيقول لها انه عمره ما كان هيسلمها، وبيقول لها ما تعيطيش انت مثالية. جينكس بتقعد على كرسيها، بتاخد الحجر بتحطه في سلاحها الكبير اللي هو في الصاروخ. في نفس الوقت في بلتوفر المجلس بقيادة جاس وميل بيصوتوا بالإجماع على إعطاء زون استقلالها وصنع السلام. وفي اللحظة دي بالظبط صاروخ جينكس بيخترق الشباك وبيتجه ناحيته. بصراحة يا جماعة المسلسل ده مش مجرد عمل مقتبس من لعبة، ده تحفة فنية متكاملة. من ناحية الكتابة مفيش هنا حاجة اسمها أبيض وأسود أو خير مطلق أو شر مطلق. كل شخصية ليها ماضي ودوافع تخليك تفهمها وتتعاطف معاها. حتى سيليكو اللي المفروض انه الشرير الأكبر بتكتشف في النهاية انه عنده مبدأ ومستعد يضحي بحلمه الدنيا كلها عشان البنت اللي رباها واعتبرها زي بنته. وبعيدا بقى عن الدراما، الجرافيكس والانيميشن في المسلسل ده في حتة تانية خالص. الستايل الفني اللي دمج بين ال 3D والرسم اللي تحس معمول بالفرشة خلى كل مشهد كأنه لوحة فنية بتنطق قدامك. أما الألوان فدي حكاية لوحدها. التباين الرهيب بين الألوان زي مثلا مدينة بلتوفر المبهجة والذهبية اللي بتعكس الغناء، وألوان الزون الكئيبة المليانة إضاءات نيون وتدرجات بنفسجي وأخضر، بيوصل لك إحساس كل مدينة ومزاجها من غير ولا كلمة. بجد مستوى التفاصيل البصرية هنا متعة خالصة، ده ياخد 10 من 10. وحتى لو ما تعرفش أي حاجة عن اللعبة العمل ده هيخطفك من أول حلقة. المسلسل بقى اسمه أركين، ولو وصلت معانا لحد آخر الحلقة دي فما تنساش اللايك والاشتراك عشان هتعبت فيه جدا، وزورة نبح وندوم بصحة وسلامة يا أعز مشاهد.